أحملها الجوع، أجوعها إلى مرحلة اللي لو أشوف الخبزة نفسي تهش إلها، تروح لها. يعني أكو ناس يحطوا له أكل كثير ما يعجبه، هذا شنو، هذا ماسخ، هذا مالح. لا، الجايع ما يقول هالحكي، هذا غالبا شبعان. عموما هذه الرياضة النفسية هي زينة، لكن العبادات لابد أن يؤتى بها لأن الله تعالى يحبها، ليكون يجيبها للرياضة النفسية، لا، لأن الله تعالى يحبها امتثالا لأمره تعالى يأتي بها. العبادات بشكل عام، كل عبادة واجبة كانت أو مستحبة، ومنها الصوم. زين، الصوم عبادة، عبادة. إذا واحد قال شنو الدليل؟ أولا إجماع. عادة الدليل اللي يستدل به بالنسبة للصلاة والصيام والحج وما شاكلها الإجماع. اثنين، هناك رواية أو أكثر معتبرة تقول بني الإسلام على 5: الصلاة والصيام والحج، منها الصيام. الشيء الذي يبنى عليه الدين ليس مجرد فعل أجوف، ليس مجرد طقس يسويه الإنسان، لا، شيء يرتبط بالله عز وجل. هذا اللي يصح أن يقال بني الدين عليه، بني الإسلام عليه، هكذا استدل. فالصلاة عبادة بهالدليل، الصيام عبادة بهذا الدليل، الحج عبادة بهذا الدليل، كذلك الزكاة اللي فيها والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. زين، الصيام كلغة يقال إنه الإمساك، ترك شيء ما يعتبر صياما، لكن في الشرع هو ترك أمور معينة نعبر عنها بالمفطرات مع قصد القربة. يعني صار الفرق بين المعنى اللغوي الذي يقال أنه في اللغة، هذا اللفظ في اللغة هو الإمساك، ترك الشيء. في الشرع مو ترك أي شيء. يعني الحين واحد يقول أنا ما راح أتكلم، أصوم عن الكلام، هذا قد لغة يسمى صياما، لكن في الشرع هذا مرفوض، مو هذا الصيام الشرعي. الصيام الشرعي ترك أشياء محددة تجينا إن شاء الله مع قصد القربة. الحين ممكن واحد يقول هل الآية الكريمة إني نذرت للرحمن صوما، قضية زكريا عليه السلام، فلن أكلم اليوم إنسيا، هذه تعني أنه هذا الإمساك عن الكلام فعلا يتسمى صيام؟ محتمل، هذا الاحتمال موجود، يعني لينساق للذهن إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، كأن هذا الصيام اللي هو يقصده صيام عن الكلام. وفي احتمال ثاني، لا، إني نذرت للرحمن صوما هو هذا الصوم، ترك الأكل والشرب وكذا وكذا، ولأنني صائم اليوم ما راح أحكي ويا أحد، اليوم لأنني صائم فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني مو أكيد الآية الكريمة تقصد صيام الصمت. وبالمناسبة صيام الصمت يعتبر محرمة في الشريعة الإسلامية. يعني لو واحد قال أنا باكر أكل أشرب كل شيء أسوي بس ما أحكي، ليش ما تتكلم؟ مرة ما يتكلم، يقول ما ودي أقلل الكلام. زين، لا تتكلم، قلة الكلام شيء جيد إذا كان
كلام من فضة، هاي مثل مشهور، كان السكوت من ذهب. قول حكيم يمكن أن يقول ما ندمت على شيء من سكوتي وندمت على كثير من كلامي. الحكي اللي حكيته كثير منه ندمت ليش قلت، بس على السكوت إلى الآن ما ندمت ليش سكتت. السكوت زين، قلة الكلام شيء مطلوب في الشريعة، لكن ما ينوي صيام، لا يقول أنا باكر أصوم صيام عن الكلام. حتى لو فرضنا أنه الآية الكريمة إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، حتى لو فرضنا المقصود بها صوم الصمت، هذا في الشريعة، في تلك الشريعة، شريعة زكريا، شريعة عيسى، يحيى عليهم السلام. بشريعتنا ما في صيام صمت، بدعة. لو اليوم واحد يقول راح أصوم عن الكلام، أصوم مو ما أتكلم، ما تتكلم لا تتكلم، أما أصوم يعتبر صيام شرعي ما يجوز. وقلت الآية الكريمة أيضا مو أكيد المقصود منها أني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، مو أكيد المقصود نذرت صيام الصمت. احتمال نذر الصوم هذا العادي، الصوم اللي نعرفه، ويقعد يرتب عليه شيء، يقول أنا ناذر أصوم وبالتالي لأني صايم ما أريد أتكلم ويا أحد، لا أن صيامه هو نفس السكوت. احتمال موجود، هذا الاحتمال وارد في الآية الكريمة. إذن الصيام عبادة ومن أشرف الطاعات. أصلا لما الفقهاء يذكرون فروع الدين العشرة الرئيسية يقولون الصلاة، الصيام رأسا، عقب ما ذكروا الصلاة ذكروا الصيام، الزكاة، الحج، إلى آخره.